كان يا ما كان، في قرية نائية بين جبال الأطلس، كان هناك رجل يدعى الحج العياش، معروف بدهائه وحكمته، رغم أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب. لم يكن غنياً، لكنه كان يتمتع بذكاء حاد ولسان يعرف كيف يقنع ويؤثر. في أحد الأيام، طبخ الحج العياش طاجيناً كبيراً، انتشرت رائحته الزكية في أرجاء القرية كلها. هرع جاره السي محمد وقال له متعجباً: ما هذا الذي طهيته يا حج؟ رائحة طاجينك وصلت إلى آخر الدوار. ابتسم الحج العياش وقال بنبرة جدية: هذا الطاجين ليس كأي طاجين، إنه طاجين خاص لا يأكله إلا من كانت نيته صافية وقلبه نقي. فيه سر كبير لا يظهر إلا للصادقين. تحمس السي محمد وقال: اسمح لي أن أذوق منه، فأنا نيتي صافية. رد عليه الحج: تفضل، ولكن فقط لقمة صغيرة، لأن كل شيء ينكشف من أول اللقمة. تناول السي محمد اللقمة، لكنه لم يجد فيها طعماً، مجرد بصل مسلوق وماء وكمون. سكت وابتسم ومضى في حاله، لكن سرعان ما بدأ يحكي للناس. الحج العياش يطبخ طاجينا سحريا يختبر به نوايا الناس. وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، وأصبح الجميع يريد تذوق ذلك الطاجين ليثبت صفاء نيته. وبدأ الحج العياش في طهي طواجن فارغة من اللحم، يضع فيها القليل من الماء والبصل، ويقول: الطاجين فيه سر، لكنه لا يكشف إلا لمن يستحق. وصار الناس يأكلون وهم صامتون، لا يجرؤون على الاعتراف بعدم وجود نكهة، حتى لا يظن أن نيتهم خبيثة. ومع الوقت، بدأ الزوار يتوافدون من القرى المجاورة، وكل يريد أن يذوق طاجين البركة. البعض صار يدفع المال ليحصل على وجبة النية، وآخرون قدموا له الدجاج والخراف، ليطهو لهم طواجين تكشف ما في القلوب. وفي النهاية، أصبح الحج العياش أغنى رجل في القرية، دون أن ينفق شيء. وذات يوم، جاءه مقدم إحدى القرى المجاورة، ومعه هدية: 3 دجاجات وخنش من الدقيق. قال له: سمعت عن طاجينك العجيب، وجئت لأختبر صدق نيتي. رحب به العياشي، وطهي له نفس الطاجين، وأضاف له قليلا من التمثيل، وجعله يعتقد أنه ذاق شيئا خارقا. فاندهش المقدم، وأخبر أهل قريته، فصار الطاجين حجا لكل من يشك في صفاء قلبه. وبدأ العياشي يربح المال والهدايا، وكل يوم كان يأتيه رجال ونساء من قرى مختلفة. أحدهم قدم له خروفا، وآخر أعطاه ذهبا، وامرأة عجوز قالت له: فقد دعني أشم رائحة الطاجين، فهي تشفيني من الألم. وفي إحدى الليالي، جاء طفل يتيم في 9 من عمره، يرتدي ثيابا ممزقة وعيناه تلمعان ببراءة وشوق. وقف أمام باب الحج العياشي وقال بصوت خافت: عمي، سمعت الناس يتحدثون عن طاجينك، أيمكنني أن أتذوق منه؟ ليس لدي ما أقدمه، لكنني أريد فقط أن أعرف، هل نيتي صافية؟ نظر إليه الحج العياشي متأملاً، ثم ابتسم ومد له لقمة صغيرة من الطاجين، الذي لم يكن فيه غير ماء وبصل. أكل الطفل بهدوء، ثم مسح فمه وقال بصوت بريء: لكنه لا يحتوي على شيء، لا لحم، لا خضار، لا طعم، إنه فقط بصل وماء. ساد صمت بين الحاضرين. نظر بعضهم إلى بعض بدهشة، وبدأ الهمس يدب في الصفوف. هل كذب علينا الحج العياشي؟ أم أن نية هذا الطفل فاسدة؟ أم أننا كنا نكذب على أنفسنا طوال الوقت؟ حاول العياشي التدارك وقال: الطفل لا يزال صغيراً، لا يفهم أسرار الطاجين. الطاجين يكشف النوايا، ولا يخطئ. لكن الطفل رفع رأسه وقال بكل جرأة: إذا كان الطاجين يكشف النوايا، فأنا لا أريد طعاماً يكشف النوايا. أريد طعاماً يسد الجوع فقط. سكت الجميع. كانت كلماته البسيطة كصفعة على وجه الوهم.
ومنذ ذلك اليوم، بدأ الناس يتساءلون بداخلهم: هل كنا نأكل البركة؟ أم نأكل الخرافة؟ وبدأ عدد الزائرين يقل يوماً بعد يوم، حتى عاد كوك الحج العياشي كما كان، هادئاً، صامتاً. ولكنه لم يعد فقيراً، فقد جمع من الوهم ما لم يجمعه غيره من الحقيقة. في يوم من الأيام، وصل إلى القرية رجل غريب اسمه الحج ميمون، كان يبدو غامضاً وعيناه تحملان أسراراً دفينة. الحج ميمون كان يسمع عنه الجميع أنه حكيم وقادر على قراءة الطالع، لكنه لم يتحدث كثيراً عن نفسه. اقترب من بالعياشي وقال له: سمعت أن طجينك لا يشبه أي طجين آخر في الدنيا، لكن هناك سر كبير يختبئ داخله، وأنا هنا لأكشفه لك. بدأ الحج ميمون يطرح أسئلة غريبة على بالعياشي، ويتحدث عن مستقبل القرية والطجين، حتى بدأ الجميع يشككون هل هو فعلاً رجل حكيم أم يحمل هدفاً آخر. مع مرور الأيام، بدأ يظهر أن الحج ميمون يعرف أشياء لا يمكن لأي أحد أن يعرفها، لكنه لم يكشف سراً واحداً عن نفسه، وهذا جعل التوتر يتصاعد بين بالعياشي والناس. مع مرور الأيام، بدأ التوتر بين بالعياشي والحج ميمون يكبر. بالعياشي يحس أن الحج ميمون يراقبه دائماً ويريد شيء أكبر من مجرد الطجين. لكنه كان محتاراً، لأنه لم يستطع أن يقرر هل الحج ميمون صديق أم عدو. ليلى تحكي أن الطجين ليس مجرد طعام، بل هو رمز قوة روحية قديمة تحمي القرية من الشرور، وأن الحج ميمون يحاول السيطرة عليه من أجل مآربه الخاصة. وفي يوم من الأيام، دخلت القرية امرأة غامضة تدعى ليلى، كانت ترتدي جلابية زرقاء وعيونها تحمل قوة غير طبيعية. ليلى قالت إنها تعرف سر الطجين الأسطوري، وأنها جاءت لتحميه من يريد استغلاله. بدأت ليلى تساعد بالعياشي تكشف خبايا الحج ميمون، ووضعت له خطة لإيقافه قبل أن يكون الأوان قد فات. لكن الحج ميمون لم يكن غبياً، وكان يراقب تحركاتهما عن كثب، فبدأ يلعب لعبة الغموض والخداع ليبقى هو المسيطر. في ليلة مقمرة، اجتمع الثلاثة في بيت بالعياشي، حيث الطجين الأسطوري يطهى على مهل فوق الجمر. كان بالعياشي قد قرر أن يضع حداً لهذه اللعبة الغامضة. ليلى إلى جانبه، بعينيها الحدتين، والحج ميمون أمامه بابتسامته الباردة. قال الحج ميمون بنبرة هادئة: أنت لا تفهم يا عياشي. هذا الطجين يمكنه أن يغير مصير العالم. السر الذي فيه ليس لك وحدك. أجابته ليلى بقوة: ومن أعطاك الحق لتستعمل القوة القديمة لأطماعك؟ هذا الطجين صنعه الجد الأكبر لحماية القرية، لا لتتحول إلى عبد للشهوة والسلطة. ثم فجأة، فتح بالعياشي غطاء الطجين، وقال: إذا كانت هذه نهايتي، فلتكن بيدي. لقد اختبرك الطجين، ونجحت. قلبك نقي، ولهذا ستبقى حامي هذا السر. ومنذ ذلك اليوم، عاد الهدوء إلى القرية، واختفت أخبار الطجين العجيب. لكن بالعياشي، كلما جلس ليطهو، كانت رائحة طجينه تحمل في طياتها سرا لا يروى. بل يعاش. وضع ملعقة من الطجين في فمه، وانتظر. فجأة، انطفأت الأنوار، وسمعوا صوتا قادما من الأعماق. من أكل من هذا الطجين بنية خبيثة، سيلقى جزاءه. صرخ الحج ميمون، وبدأ يتلوى في مكانه. اختفى وسط دوامة من الدخان، تاركا وراءه عباءته فقط. أما بالعياشي، فقد أغمي عليه للحظات، ثم استيقظ وهو يرى ليلى تبتسم. قالت له: العبرة من القصة. الناس كثيرا ما يفتنون بالمظاهر ويؤمنون بالخرافات، وينسون استعمال عقولهم. أما الحج العياش، فاستغل جهلهم ليرتقي من الفقر إلى الثراء. فقط بطجين لا يؤكل.